عرفنا على اسمك. كريم محمود مهنا. علي صوتك شويه. كريم محمود مهنا من دير البلح. اهلا وسهلا فيك صديقي كريم. احنا هاي برنامج اسمه مع الناس وعلى البحر، في اسئله بنسالها ومسابقات تسلاي يعني. فكيف معلوماتك العاميه والديمقراطيه والسياسيه والدينيه؟ لا سياسيه ملناش. طب الدين كيف وضعك؟ برضه طيب في سؤال في الدين بقول لك انه ذكر 5 انواع من الاشجار. تقدر تعدد لي ال5 انواع من الاشجار؟ الزقوم. اشجار اشجار. اشجار مثمره بناكلها احنا. التين. والزيتون صح، كيف زيتون في صوره واحده. الرطب. شو الرطب؟ رطبا شكيل. يعني الرطب ما هو قال رطب. رطب مش شجر، رطب ثمر. بدي الشجره تبعيده شو اسمها؟ نخيل. نخيل. تمام. كمان. يلا ضل عندك كمان يلا. يعني هاي على قد هيك. في ذكر في العنب. العنب. وغير هيك، وذكر الموز اللي هو الطلح. طيب طبعا انت ما جاوبتش معنا، جبت 3 ما جبتش 5، هن 5. طيب حنسألك سؤال تعليمي للناس. هلا معروف انه جد النبي بيحكوا عنه شو اسمه؟ عبد المطلب. هذا لقب. تمام. بدنا اسمه. عبد المطلب لقب؟ بدنا اسمه. مين بيعرف اسم جد النبي؟ هاشم اعتقد. لا. هو من عائلة هاشم. عبد المطلب؟ عبد المطلب جده لقب، بدنا الاسم. قصي او مناف. هذول هيك. لا هو ابنهم. بس شو اسمه هو؟ 5 كيلو بطاطا ب10. طيب عرفنا عن اسمك. محمد احمد العبادله. اهلا وسهلا فيك. سؤالي عم بحكي عن الحيوانات. شو هو الطائر اللي بيولد وبيرضع؟ بني ادم. الحمار. الرفرف. شو الرفرف؟ انا عندي حرمه متولد في 4 ايام بخليه يكون جابتهم. لا حاج بخليه. نزلك على النت معاه؟ نزل على النت 4 ايام بخليه جبتهم على طول في الارض. طقع. مين بيعرف الجواب يا شباب؟ اوف بح احد احد اصلا. طيب مين بيعرف الجواب؟ طائر. قرب طائر بولد وبيرضع. سمك. كنغر طائر. طيب انت بدك سؤال في الدين. في الحيوانات ما زبطش معك، بدنا نجرب في الدين. طيب مين هو النبي اللي ما ماتش لحد الان؟ موسى عليه السلام. ما ماتش؟ عيسى. مين اللي حلها؟ انا لو استنيت شوي كنت جاوبت. طيب هاي جوابك راح عليك. طيب سؤال ثاني. شو طعام اهل الكفار في الجنة؟ في النار. طعام من غسلين. الزقوم. يعني انت مش مركز معنا في القرآن. طيب ماشي. مين هو اللي لم يولد ماشي ولكن يلد؟ شو؟ لم يولد ولكن يلد. شو هو؟ النبي آدم. صح. يصير ممنوع. يا حبيبي شو اخبارك؟ كيف امورك؟ ايش انت هون قاعد هون؟ ما نسالك انت ما دامك انت حارس حدود. لا تعال انت شاطر في الدين. وين ليش هربت؟ تعال عبدو. السلام عليكم يا شباب. في معنا برنامج خفيف، حابين تشتركوا معنا فيه؟ اذا عرفت جواب تاخذ جائزه. هاي الاخ طلب. مين اللي بده يشترك؟ هاي الاخ طلب. طيب سؤال لكم كلكم، واللي بحله حياخذ الجائزه. مليون. اسم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام جده اسمه عبد المطلب. هذا لقب. بدي اسمه. اللي بيعرف اسمه حيربح الجائزه الان. محمد بن عبد الله بن عبد المناف. عبد المطلب. عبد المطلب. خليك معي. فايت بالشياطه. خليك معي. السؤال عشان شوفه بيضحك مرة ثانية شباب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جده شو اسمه؟ عبد المطلب المعروف عليه. لكن اسمه الحقيقي شو هو؟ عبد المطلب لقب مش اسمه الحقيقي. شو اسمه الحقيقي؟ مين بيعرف؟ وحيربح الان 20 شيكل. والله لو تجيب واحد عمره 40 سنة ما بيعرف ايش اسمه. لا معروف اسم
جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب. لقبه بدي اسمه هذا. ايش النظام؟ ايش؟ ابو بكر. لقب ايش؟ ابو عنان. طيب يا شباب انا حاحكي لكم الاسم هذا عشان بالمستقبل اذا واحد سالكم اياه. اسمه شيبه، اسمه شيبه، جد النبي عليه الصلاه والسلام اسمه شيبه. عشان احنا توعية للناس. دائما بكتبوا لك انه محمد ابن ابن جده عبد المطلب، جده عبد المطلب، لكن احنا الاساسي اسمه شيبه. احنا بس من باب التوعية للناس بس، عشان اذا قال لك شو اسم جد النبي لقبه عبد المطلب لكن اسمه شيبه، اسمه شيبه. انت لما تقولهم بالذات. طيب نتعرف اول شيء على حضرتك. اسمك؟ اهلا وسهلا. هلا سؤالنا بيحكي كالتالي: شو هي الورده اللي ما بتفتح غير اذا انت ساعدتها نهائيا، ما تفتش غير اذا انت انت ساعدتها بايدك؟ الورده هاي حزياره لغز يعني. شو هي؟ ورده ما بتفتح غير اذا انت ساعدتها. بيستخدموها كثير في قليل في الصيف، بس في الشتاء بيستخدموها كثير. اللي بيعرفها يرفع ايده عشان ننزله على القناه. ملفوف. الله يلفك. فزوره فزوره. اسمعوا يا شباب نعيدها مره ثانيه. ورده ما بتفتح. يمكن الابتسامه. لا ورده بتساعدها انت بايدك. هي الابتسامه. طيب هي لغز، هي الشمسيه يا شباب. الشمسيه. طيب عمر جو. طب الشمسيه في الشتاء مش في الصيف. بقول لك في الصيف. طيب احكي لي اسمك. محمد. علي صوتك شوي. محمد المبحوح. طيب الحزيره بتحكي شيء اذا طلع لحاله بيعيش، اذا انت طلعته بيموت. السمكه. السمكه اذا طلعت من البحر بتعيش؟ لا. شيء الزرع. مين اللي حكى البيضه؟ تعال تعال مش عرفك البيت. تعال. والله انك تدعى. اشرح لي اياها. هو راسه بيض. العالم ما يكون الصوت جواها. اه لما تطلعها لحالك قلت لك. صح كلامك، ولك الجائزه.